حاجه لازم نتابعها هي استهلاك الكارت كام في المية. لازم الكارت هيبقى واصل معاك 99 او 100%، ونبقى متابعين في نفس الوقت الواط اللي سحبه الكارت ونقارنه بالواط اللي الشركه المصنعه للكارت قايله عليه. يعني بمعنى ان ده مثلا كارت زي ال 3070 تي اي نسخه الجيجا بايت، الكارت ده الشركه قايله على موقعها الرسمي ان هو بيسحب 290 واط. لما اجي اعمل تيست بالفور مارك لو لقيته ساحب 250 واط واستهلاكه 100%، كده الكارت ده معمول له اندر فولتنج عشان درجات حرارته بتعلى. ولازم اخد بالي من النقطه دي، ان الكارت اللي انا بشتريه ما يكونش معمول له اندر فولتنج، لان الاندر فولتنج هنا انا بقلل الطاقه اللي الكارت بيسحبها عشان اقلل في نفس الوقت الحراره بتاعت الكارت، بالظبط عكس كسر السرعه. احنا لما بنيجي نكسر سرعه بنزود الطاقه اللي داخله للمعالج او للكارت، في نفس الوقت بينتج عنها درجات حراره اعلى، طاقه بيقابلها حراره. هنا لو لقيت الكارت معمول له اندر فولتنج لازم تاخد بالك من الكارت ده ولازم تقلق منه قوي، وتبدا تشوف معمول له اندر فولتنج ليه. هل الكارت ده لما بياخد الطاقه بتاعته كامله بيحصل فيه مشكله؟ هل درجات الحراره بتعلى؟ ولازم تلغي الاندر فولتنج وتشوف الكارت على طبيعته، يعني تديله الواط الكامل بتاعه. في على برنامج زي MSI افتر بيرنر في حاجه اسمها الباور ليميت. الباور ليميت عندنا بيبقى 100%، المفروض في ناس بقى بتقلله ل 90%، بتقلله ل 80% عشان يحاول يحجم الكارت ما يسحبش طاقته كامله. وفي نفس الوقت بيعملوا التحكم في المراوح بيعملوه يدوي، ويعملوا المراوح 100% و90%. الكارت الطبيعي ان هو بيعلى المراوح بالتدريج، كل ما الحراره بتزيد كل ما المراوح بتزيد معاها. في ناس بتثبت المراوح مثلا على 90% ويعمل اندر فولتنج للكارت، تيجي تعمل تيست للكارت تلاقي درجه حرارته 65، تقول الكارت ده زيرو، وبناء على كده انت هتشتري ومش هتاخد بالك وهتروح البيت هتتفاجئ لما يسحب طاقته كامله هتبدا درجات الحراره معاك تزيد. فلازم تاخد بالك من نقطه الطاقه بتاعت الكارت واستهلاك الكارت قد ايه، ولازم تقارن ما بين الواط اللي سحبه الكارت بالواط اللي الشركه مصرحه بيه على موقعها الرسمي اللي مصنعه الكارت نفسه، اللي بتقول لك ده بيسحب طاقه قد كده. لازم دي تبقى زي دي. ولازم تاخد بالك برضو انك انت وانت بتشتري الكارت اللي بيبيع لك الكارت لو درجات حراره الكارت عليت ووصلت مثلا ل 80 85 ل 90 بيبدا يقنعك ان ده من الباور سبلاي. اصل الباور سبلاي اللي راكب عليه الكارت ده عالي 1000 واط 1500 واط، فانت لما تركبه على باور 600 واط درجات حرارته الطبيعيه هتشوفها. الكلام ده مفيش منه، الكارت بيسحب الطاقه اللي الشركه قايله عليها، والمفروض ملوش علاقه ان الباور سبلاي عالي او الباور سبلاي واطي. الكارت ممكن بس حاله واحده، لو الباور سبلاي اللي راكب على الجهاز مش قادر يشغل الكارت الجهاز كله هيفصل. انما لو حاطط مثلا الباور سبلاي 1500 واط ومركب عليه كارت مثلا 750 تي اي بياخد 6 بنك، والكارت 750 تي اي لقيته بيوصل معاك 90، ممكن اللي انت بتشتري منه يحاول يقنعك ان ده بسبب الباور سبلاي، ان الباور سبلاي عالي قوي. والكارت هنا لو ركبته على باور سبلاي 600 واط او 700 واط هتلاقي درجه حرارته مظبوطه. الكلام ده غلط.